مرحبا ب 7 أرواح اكسترا. هاي اول زياره فعليه للعراق وثاني زياره حقيقيه للعراق. شنو اكثر شيء شفتي ايجابي ببغداد؟ الناس، حب الناس، الشوارع، الناس عايشه تتنفس تاكل تشرب تطلع، يعني هذا احلى شيء. يعني الناس مفكرين انه العراق عباره عن ركام، عباره عن حروب، بس لا، هذا الشيء مستحيل. شنو اللي ما عجبك صراحه؟ شنو شفتي سلبي ببغداد؟ ماكو، يعني أنا ما قعدت هواية، حابة إنه البلد تتطور أكثر. بدي أحكي بالمباني، بدي أحكي بالاقتصاد، هذا الشيء الوحيد اللي أتمنى يعني يصير أحسن وأحسن. مش هذا صرحتي تصريح أثار غضب إنه أنت اللي وصلتي الأغنية العراقية عربيا، يعني سعدون جابر، كاظم الساهر، وين راحوا؟ عمري ما قلت هالحكي، ما أبدا. شلون تردين عليه؟ مو صحيح هالحكي. اكو فنانين هواية قبل مني، يعني انا اتصور اني معروفة بالوسط اني ذكية، فما اقدر اقول هالحكي. يعني زي منو ينافسك بالعراق؟ منو ينافسني؟ كاظم الساهر وماجد المهندس ممكن. على الثقيل عابين. شكرا جزيلا. كلمة أخيرة لموقع 7 أرواح. نقول لهم 7 أرواح. اللي يتابعوك أنت ب7 أرواح؟ أني؟ حسيت نفسك ب7 أرواح؟ أنا حسيت نفسي ب 10 أرواح. شكرا جزيلا. شرفتونا. سارة حسام، موقع 7 أرواح الفني. أول شيء مرحبا ببغداد. مثل ما قلتي هاي الزيارة فعلية الأولى. ايش وقت راح نشوف شذا حسون بحفلات ببغداد جماهيرية؟ هذا أول سؤال. وكفنانة عراقية عربية، كيف تقيمين الحالة الفنية أو الوسط الفني بالعراق النسائي تحديدا؟ وهل راح تكون شذا حسون منافسة للفنانات اللي يسوون حفلات ببغداد؟ بالنسبة لأول سؤالي هو حفلات ببغداد، هو أنا أول وصولي هنا وأنا جاني هواية عروض يعني لحفلات يعني عامة. أكيد أنا أتشرف، بس حابة كأول حفل بعد كل هالفترة اللي ما اشتغلت فيها، حابة يكون في شيء يكون لكل الناس، يعني لكل العامة تقدر تجي تشوفني وتشوفني أغني لهم يعني. فاحنا بدنا نحاول نضبط فد شيء يكون مثل ما يقولون مردد، يعني انه الناس تقدر تجي وكل الناس تقدر تجي وتحضر الحفل. وان شاء الله يعني اكو بادرة قريبا جدا يكون عندي حفل كبير في وسط بغداد. الحالة الفنية، شوف اقول لك شغله، الاغنية العراقية كانت وتظل يعني الأغنية رقم 1 أنا أعتبر في الوطن العربي، قديم والجديد. يعني القديم الكل يحبه، تراثنا العراقي طبعا معروف يعني. أما الأغنية الجديدة، الأغنية العراقية الجديدة، فأنت تشوف في كل الوطن العربي ناس تعشق الأغنية العراقية الشبابية بكل مكان، يعني ظلت هي حايزة على يعني المراتب الأولى في الوطن العربي. فأنا ما يعني بالعكس أنا سعيدة جدا بهذا الشيء. الأصوات النسائية أكيد أكو هواي أصوات نسائية غير يعني داخل العراق بالأخص يعني، وأنا من عندي أتمنى لهم التوفيق، وبالعكس أنا حابة يكون أصوات نسائية أكثر وأكثر. هذا الشيء حيكون صحي يعني بالنسبة للوسط الفني، إنه ما يكون كله شباب شباب شباب. حلو إنه يكون في أكو فنانات يعني عراقيات يغنون عراقي، وأتمنى هم إنه يوصلوا صوتهم حتى لبرا العراق مو بس داخل العراق. شنو آخر شيء؟ راح نشوفك تنافسين الفنانات بالحفلات بالعراق. هسه بالفترة الأخيرة بعض الفنانات العربيات أيضا صار لهم حفلات منتظمة بالعراق مثل مريم فارس أو غيرهم، فأنت راح نشوفك ممكن منافسة جديدة؟ شوف، هي مو منافسة، يعني أنا ما أعتبرها منافسة، بالأخير أنا ببلدي، يعني أنا الفنانات العربية لازم أرحب فيهم وأقول لهم شكرا إنكم جايين يعني تغنوا في وسط العراق، فهاي ما لازم تكون منافسة. أما الفنانات العراقيات أو الحفلات اللي حتكون بالعكس، يعني ليش أعتبرها منافسة؟ إذا أنا غنيت رح يكون وياي ناس ثانية تغني، فهي بالأخير هذه الحفلات تقام حتى الناس تفرح وتسعد وتحس إنه البلد بيرجع مثل ما كان، وإن شاء الله أحسن.